السلام عليكم، عاملين ايه؟ فيديو جديد وحلقه جديده. اول حاجه طبعا كل سنه وانتم طيبين، لان بقالي اكتر من شهر ما نزلتش ولا فيديو تقريبا من قبل رمضان. فقبل اي حاجه ما ينفعش ان انا ما اقولش كل سنه وانتم طيبين. في حلقه النهارده ان شاء الله هنثبت نظام زورن او اس. لو جهازك قديم وحابب تستخدمه بنظام اخف شويه عن نظام الويندوز وبرضه بيقدم لك بعض المزايا، فبرشح لك النظام ده اللي انت تقدر تستخدمه على جهازك بدون اي مشاكل. نظام خفيف وبيدعم الويندوز ال 32 وال 64 لو انت حبيت تثبته بجانب نظام الويندوز. حبيت تثبته كنظام اساسي، يعني يكون نظام اساسي مفيش غيره موجود على الجهاز بتاعك، تقدر تثبته. حبيت تستخدمه عن طريق فلاشة، مفيش اي مشكلة، تقدر تستخدمه عن طريق الفلاشة. دي كده حلقتنا النهاردة. انزل اضغط لايك واشترك في القناة، ويلا بينا نبدأ شرح. طبعا هنبدأ بأول خطوة وهي تحميل النظام والبرنامج اللي احنا محتاجينه عشان نثبت النظام. اللينك ده هتلاقيه في وصف الفيديو، هتنزل تحت ده طبعا هتلاقي كل بيانات النظام واللي موجود فيه وتقدر تستخدمه في ايه والمميزات والمواصفات اللي بيطلبها النظام. هننزل تحت خالص عشان نوصل للينك التحميل. رابط التحميل هتلاقيه زي ما انت شايف كده، تضغط هنا هيحولك للموقع الرئيسي للنظام. هنكبر الشاشة، دي الواجهة الرئيسية اللي هتلاقيها، هتلاقي كلمة داونلود هتضغط عليها. طبعا النظام فيه منه نسخة مدفوعة وليها مميزات اكتر، يعني لو ترجمنا بالعربي كده هتلاقي فيه مميزات، يعني بتلاقي فيه سمات اكتر وبتلاقي فيه برامج اكتر موجودة في النظام. تمام، لو حبيت ان انت تشتريها ولا حاجة. هننزل تحت بنلاقي فيه نسختين كمان، يعني انت عندك 3 نسخ، نسخة مدفوعة في نسختين مجانيين مش بفلوس. زورن او اس الاتنين نفس الاصدار 17/1 نفس الاصدار. كل واحدة طبعا ليها مميزات. اللي على اليمين دي فيها برامج تعليمية للمدارس والطلاب، اللي على الشمال اساسية. تمام، هتلاقي هنا برضو عامل لك مقارنة بين الثلاث نسخ اللي هي البرو والنسختين المجانيين اهو ماشي. هتلاقي بقى هنا كاتب لك يعني كل نسخة بتدعم ايه وفيها ايه مختلف عن النسخة التانية. لو حبيت تقرا المواصفات هنطلع فوق، احنا نختار اللي هي للاستخدام الاساسي. هنضغط هنا وبعدين نختار تخطي للتنزيل، هيجيب لك الصفحة اللي قدامك دي. هيظهر لك النظام زي ما انت شايف كده. حجم الملف 3 جيجا و540 ميجا، يعني 3 جيجا ونص. طبعا انا حملته قبل كده فمش محتاجين نحمل الملف ده تاني. وخد بالك الثلاث نسخ دول مش بيدعموا غير ال 64 بت، يعني لو جهازك الويندوز بتاعك 64 هم الثلاثه دول بس اللي هيشتغلوا. طيب لو انت عايز النسخه الاقل بقى اللي هي بتشتغل على 32 بت، هتنزل تحت بيقول لك هل تبحث عن زورن او اس لايت، نخليها بالانجليزي، مفيش ترجمه هنا، ما علينا. يعني هتضغط على احضره هنا نترجم. ننزل تحت تلاقي هنا تحميل زورن او اس بنفس الاصدار 17/1 لايت، ده اللي هو للاجهزه الضعيفه والاجهزه اللي هي بويندوز 32. لو انت نزلت النسخه دي على ال 64 برضه هتشتغل ماشي، يعني النسخه دي للاجهزه الضعيفه والاجهزه ال 32 بت. طب انا لو عايز اعرف الجهاز بتاعي 32 ولا 64، هتيجي في سطح المكتب وتضغط كليك يمين على زيس بي سي او ماي كمبيوتر زي ما يكون اسمها عندك، اختار اخر اختيار. هتلاقي هنا مواصفات الجهاز بتاعك، هتلاقي مكتوب في السيستم تايب 64 بت او 32 بت حسب بقى النسخه اللي انت مثبتها عندك. كده احنا خلصنا من اول خطوه وهي تحميل النظام. نيجي بقى للبرنامج اللي بعد كده اللي هو اللي احنا عن طريقه هنحرق النظام على الفلاشه اللي هنثبت بيها النظام. هتلاقي برضو اللينك موجود في نفس الموقع بتاعي. هتنزل تحت هنضغط على تحميل النسخه اللي تنفع عندنا، لان في نسخه 64 وفي نسخه تانية 64 ودي كده بتشتغل على 32. تمام، 86 دي هتشتغل على 32. هنختار اول واحده عشان احنا 64 وطبعا انا حملتها قبل كده. كده خلصنا من تحميل الملفات اللي احنا محتاجينها. محتاجين بس الفلاشه هنوصلها في الجهاز ونخش على الخطوه الثانيه. هنبدا بقى نحرق النظام على الفلاشه بتاعتي. طبعا الفلاشه اللي انا مركبها 16 جيجا، ولو انت عندك كارت ميموري وتوصله في ريدر وتستخدمه عادي هيشتغل مفيش اي مشكله. اول حاجه هنفتح برنامج روفوس، هيفتح بالشكل ده. هو بيختار لك تلقائيا الفلاشه اللي انت موصلها، فانا عندي الفلاشه 16 جيجا هو قراها على طول تلقائيا. لو ما قرأهاش هتضغط على الاختيار الاول ده وتحدد الفلاشه اللي انت عاوزها. بعد كده بنيجي نضغط على سيلكت وبناخد المكان اللي احنا نزلنا فيه الملف بتاع النظام كوبي من فوق هنا ايا كان فيه المكان، او بنروح احنا نحدد المكان يعني ونحط المكان هنا. تمام، هنلاقي الملف اهو، نعمل اوبن. هتيجي بعد كده تضغط على الاختيار ده وتعلم هنا. تمام كده احنا خلصنا. ما تعدلش في الاسم، سيبه زي ما هو، مش محتاجين نعدل اي حاجه تاني. هتضغط على ستارت وبعد كده بتعلم على الاختيار اللي هو مكتوب جنبيه ريكومندد، تاكد ان هو متعلم عليه وتضغط على اوكي وبعدين يس، وتسيبه هو هيحرق كل حاجه على الفلاش لوحده، حتى هو يعمل لها فورمات.
بس طبعا هيجيب لنا تأكيد زي ما ظهر كده، بيقول لي ان كل حاجة موجودة على الفلاشة هتتمسح. هنضغط على اوكي، وبعدين اوكي هيبدأ ان هو يمسح كل حاجه في الفلاشه ويبدا يحرق النظام على الفلاشه. وطبعا احنا بعد كده هنبدا ان احنا نستعرض النظام من الفلاشه نفسها. لو حابين ان احنا نفتح النظام بدون ما نثبته في الجهاز، نخش نشوف ايه اللي موجود فيه وبيستخدم ازاي. لو حبيت ان انت تعمل كده قبل ما تثبت النظام عندك على الجهاز وتشوف هو ايه اللي موجود فيه بالظبط. ولو حبيت تثبته بجانب نظام الويندوز عن طريق الفلاشه برضه هتقدر تعمل كل ده. ولو انت ثبته بجانب الويندوز هتشيل الفلاشه وتقدر تستخدمه من غير فلاشه عادي. كده احنا انتهينا من الخطوه دي، حرقنا النظام على الفلاش زي ما انتم شايفين كده. ده اللي اتعمل في الفلاش. بعد كده بنقفل البرنامج ده، مش محتاجينه تاني. هنبدأ ان احنا نخصص كورس نثبت فيه النظام بعيد عن الملفات اللي موجودة في الجهاز، اللي هي ملفات الالعاب والبرامج وملفات كورس السي اللي هي فيها نظام الويندوز، عشان نخلي النظام يبقى لوحده بعيد عن كل الملفات دي ومفيش ملفات تخش فيها وتبوظ الدنيا. فانا عندي السي وعندي الدي وطبعا دي الفلاشه. فهناخد جزء من اي كورس من دول نثبت فيه النظام. ناخد 30 جيجا لاعلى، يعني اقل حاجه هتاخدها 30 جيجا. لو تقدر تاخد اعلى من كده براحتك انت. طبعا السي مش هناخد منها حاجه لان انا عندي كورس السي مليان. فهنيجي نضغط على الزيس بي سي ونختار مانج، هيفتح لنا القائمه دي. هنضغط هنا في كل الاقراص اللي موجوده في الجهاز وكل الهاردات المتوصله في الجهاز. ادي ديسك 0 1 و2، لان انا عندي هاردين متوصلين في الجهاز وعندي الفلاشة متوصلة في الجهاز، فظاهر لي 3. تمام. فاول واحد ال HDD والتاني ال M2. هناخد من الكورس اللي هو الدي ده اللي هو 2 تيرا، هناخد منه 30 جيجا لاعلى. شوف انت عندك انهي كورس اللي هو حجمه كبير وفاضي فيه مساحة كبيرة وهتاخد منه 30 جيجا او اعلى. هنضغط عليه كليك يمين ونختار شرينك فوليوم. هنيجي هنا نكتب 30,000 يعني 30 جيجا. هي بتبقى 30 وشوية بس معرفش كام بالظبط، يعني المفروض زي الرامات بتتكتب زي الرامات بتتكتب 24، فهي المفروض بتتكتب زيها، بس عادي مش تفرق يعني، هتبقى حاجة بسيطة. فهنكتب 30,000. حبيت تخليها 50 جيجا هتخليها 50,000. 30,000 يعني 30 جيجا. 100 جيجا يبقى 100,000. فبعد ما نكتب الحجم اللي احنا عايزينه نضغط على شرينك، هيبدأ ان هو يستخرج لنا كورس تاني من الكورس اللي موجود. زي ما انتم شايفين كده ظهر لي 29 و30. ده ال 30 جيجا اللي احنا اخدناهم عشان نخصصهم لنظام زورين او اس. ما تعملش نيو سيمبل، يعني ما تخليش الكورس ده يتأكد ويبقى موجود هنا جاهز. ماشي. لان كل الكلام ده احنا هنعمله عن طريق الفلاشة واحنا بنثبت النظام. كده احنا خطوتنا خلصت هنا. ما تعملش اي حاجة تاني، خليه زي ما هو كده، ما تعملش فيه اي حاجة. طبعا الكورس ده مش هيظهر هنا لان احنا لسه ما اكدناهوش. دلوقتي هنطفي الجهاز وهنبدأ ندخل في وضع البوت او هنفتح البايوس، ده حسب جهازك طبعا. انا عشان انا ادخل على قائمة البوت موجودة في الجهاز بضغط على F2 لحد ما تظهر لي، او ممكن يكون الجهاز وهو بيشتغل يكتب لك تحت زي ما تشوف كده. ثانية واحدة، زي ما انتم شايفين كده كان مكتوب تحت ان انا اضغط على ديليت او F2 عشان افتح البايوس بتاع الجهاز. وعن طريقها انا هدخل للبوت منيو. طبعا كل جهاز بيختلف عن التاني، يعني انت ممكن يدخلك للقائمة دي على طول، ما يدخلكش على اعدادات المذر بورد والكلام ده. ففي القائمة دي موجود هنا الفلاشة اللي انا موصلها والهارد ال HDD وال M2. في القائمة دي بيظهر كل الاجهزة اللي متوصلة. ادي ده كده الهارد، وده هارد برضو، وده هارد، ودي الفلاشة اللي موصلينها اللي هي 16 جيجا اهي مكتوب قدامك اهي 15,200، وده برضو كده تبع الفلاشة. فهنيجي نختار اللي فوق ده ونضغط انتر. اكتر من حاجة للفلاشة زي ما كان ظاهر دلوقتي قدامك. هتجرب اول واحدة ما فتحتش القائمة اللي قدامك دي اللي هي خاصة بزورين او اس، هترجع تعيد من الاول تراستر الجهاز تاني وتختار الاختيار اللي تحتها. هنا هنختار اول اختيار، ملناش دعوة باي حاجة تحت، هنختار اول اختيار ونضغط انتر. هيبدأ ان الجهاز يراستر تاني ويعيد تشغيل ويظهر بالشكل اللي قدامك ده. طبعا هو كده بيعمل بيتحقق من الملفات اللي موجودة في الفلاشة، يشوف لو في ملفات ناقصة او في اي مشكلة
قبل ما نبدأ نخش في عملية تثبيت النظام او ان احنا نستكشف ايه اللي موجود فيه قبل ما نثبته. فالخطوة دي هتاخد يعني تقريبا 5 دقايق او يمكن اقل حسب امكانيات جهازك. كده خلاص النظام بيشتغل على الشاشة، عندي الشاشتين اهو شغال عليهم النظام اشتغل. واحلى حاجة في النظام ده ان هو متوفر فيه كل اللغات اللي موجودة في العالم تقريبا، حتى اللغة العربي. يعني انا كده اخترت اللغة العربية، برضو تخليها انجليش هتطلع فوق عند الاي وتختار انجليش. فعندنا هنا اختيارين، الاختيار اللي على اليمين عشان نختبر النظام ونشوف ايه اللي موجود فيه، ولو حبينا ان احنا نستخدمه عن طريق الفلاشة، والاختيار الشمال عشان نثبت النظام بجانب نظام الويندوز او نثبته كنظام اساسي على الجهاز. هنختار الاختيار اللي هو في الشمال. بعد كده بنحدد اللغات اللي احنا هنستخدمها، طبعا نختار العربي ونضغط على تابع. هنا بيقولك انت عايز تحديثات، يعني لو في تحديث جديد ولا حاجة بعد النسخة اللي احنا بنثبتها دي ينزل دلوقتي ولا لا. فبنعلم عليها علامة صح ونتأكد ان النت شغال في الجهاز طبعا عن طريق سلك النت. وهنا هيثبت البرامج اللي احنا محتاجينها لو انت جهازك فيه كارت شاشة خارجي وكده عن طريق الواي فاي. برضو هنضغط على تابع. طبعا التحديثات اللي هو هينزلها لو في اي تحديث بيكون حجمها صغير جدا ما تعديش ال 200 ميجا. بعد كده هيجيب لنا الواجهة دي، بيختار هنا نوع التثبيت. انت عايز تعمل فورمات للكورس الهارد كله وتثبت النظام كنظام اساسي ما يكونش موجود غيره، ولا عايز تثبته بجانب الويندوز. فهنختار الاختيار التاني اللي هو شيء اخر. ماشي، هو هنا بيقول لك تحذير اهو، سيؤدي ذلك الى حذف جميع برامج، يعني كل حاجه هتتمسح. فما تختارش الاختيار اللي فوق، اختار الاختيار اللي تحت. بنبه تاني، الاختيار اللي فوق ده هيمسح كل حاجه في الهارد ويثبت النظام كنظام اساسي، يعني هيمسح لك كل حاجه موجوده عندك في الجهاز. الاختيار التاني احنا اللي هنحدد احنا عايزين نثبت ايه بالظبط، نثبته فين او نثبت ايه. تمام. هو هنا بيقولك يمكنك انشاء او اعادة تحجيم الاقسام بنفسك، واختيار اقسام متعددة لزور او اس. تمام، فهنعلم على الاختيار ده ونضغط على تابع. هيبدأ ان هو يشوف الاجهزة اللي موجودة، الهارد اللي موجود عندي في الجهاز، ويظهر لك في القائمة اللي قدامك دي. طبعا انا عندي اكتر من هارد، لو ضغطنا هنا كده هتلاقي واحد اهو ال2 تيرا، ده ال2 تيرا، والتاني ده ال512 اللي هو 500 جيجا، واللي تحت خالص دي كده دي الفلاشة. ماشي، فانا عندي كذا واحد يعني عشان كده في ظاهر لي حاجات كتير هنا. فهنيجي على ال30 جيجا اللي احنا عملناهم، ال30,000. تمام، طبعا ده الهارد الاولاني اللي هو ال2 تيرا اهو، ظاهر لي جنبه NTFS، والهارد التاني اهو NTFS، والفلاشة اللي هي برضو اللي ظاهر جنبها NTFS. فهنيجي على الهارد اللي تتأكد ازاي ان ده الهارد اللي انت خدت منه مساحة. هتلاقي مكتوب فوق اهو 2 تيرا بايت. تمام، المساحة الفاضية اللي احنا خصصناها للنظام اللي هي 31.5 دي المساحة اللي احنا خصصناها للنظام اللي هنثبت عليها النظام. هتلاقي مش مكتوب جنبها حاجة، ودايما هتلاقيها تحت الهارد اللي انت خدت منه المساحة اللي انت خدتها، فهي جاية تحته على طول. بعد كده بنحدد على 31 جيجا اللي قدامك دي، هي ما يعني هو هنا مش قاريها 30 زي ما احنا حددناها لما كنا بنقسم الأقراص. وهنضغط على علامة الزائد. تمام، اتأكد ان انت مختار الكورس اللي احنا عملناه في نظام الويندوز من شوية. وهنحدد هنا اول حاجة 600 ميجا. تمام، 600 ميجا. وبنختار هنا نظام ملفات ext4 سجلي، وبعدين نختار هنا البوت. تمام، وبعدين اوكي. هنستنى لحد ما يعمل الكورس الاول. احنا هنعمل 3 اقراص بس، يعني احنا ال30 جيجا دول هنقسمهم ل3 اقراص. ادي اول واحد اتعمل وجنبه علامة صح ومكتوب جنبه ext4 اهي وبوت. هنيجي نضغط على ال30 جيجا تاني ونحدد على علامة الزائد، وبعدين نضغط هنا
ونحط له 4 جيجا، وهنحطها زي الرامات، يعني الرامات بتحط 1024، احنا نحط 4 جيجا هتبقى 4096. تمام. بعد كده هنضغط على نظام ملفات ال ext4، نختار هنا مساحة إبدال، أو لو عندك لو أنت مختار لغة إنجليزي هتختار السويب اريا. تمام. بالعربي اسمها مساحة إبدال. هنضغط على أوكي. برضه هنستنى لحد ما يعمل لنا الكورس ده. الكورس ظهر زي ما انتم شايفين اهو، مكتوب جنبيه سويب. تمام. هنيجي نضغط على ال 30 جيجا، طبعا هو باقي منهم 26 جيجا بس، ونضغط على علامة الزائد تاني. هنسيب الحجم زي ما هو، مش هنعدل فيه اي حاجة. هنيجي بس على اخر اختيار نختار السلاش وبعدين اوكي. كده احنا خلاص عملنا الثلاث اقراص واستخدمنا ال 30 جيجا. هنحدد على الكورس الاكبر حجم في الثلاثه اللي احنا عملناهم، اللي هو ال 26 جيجا اللي باقيين دول، ده اكبر كورس فيهم. تمام. بعد ما نحدده هنضغط على كلمه تثبيت الان، بس يكون معلمين بالماوس على الكورس ده ولونه ازرق زي ما انت شايف كده، اللي هو الكورس اللي حجمه كبير. تمام. ونضغط على ثبت الان. هنا بيقول لك دي التغييرات اللي انت عملتها، يعني الثلاث اقراص اللي احنا عملناهم، عشان الحاجات دي هتتحفظ اثناء عمليه التثبيت. هنضغط على تابع. بيطلب منك بعد كده تحدد الدوله اللي انت موجود فيها، ممكن تحددها عن طريق الماوس، تختار اي مكان انت موجود فيه. فاحنا بنحدد القاهره ونضغط على تابع. بعد كده هتكتب هنا اسمك، انا كتبت اسمي، ده كده بيكون اسم الجهاز، ولازم تحط باسورد. فهنكتب مثلا 1 2 3 1 2 3، وبعدين نضغط على تابع. هنا هيبدأ عملية تثبيت النظام. هنستنى لحد ما الخطوة دي تخلص. كده خلاص اكتمل التثبيت زي ما انت شايف كده، اكتمل التثبيت. يمكنك الآن متابعة تجربة زورن او اس، لكن لن يعني مفيش اي حاجة هتتحفظ الا لما نعيد تشغيل. فهنعمل اعادة تشغيل الان. هيبدأ الجهاز يراستر معانا. طبعا عشان تفتح نظام الويندوز، الجهاز اول ما بيفتح بيجيب لك قائمة فيها اختيارات، تختار من خلالها انت عايز تفتح نظام الويندوز ولا عايز تفتح نظام زورين او اس. وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي لما الجهاز يشتغل. بيفتح الجهاز بعد كده بالشكل ده، وفي الحالة دي انت تقدر ان انت تشيل الفلاشة من الجهاز، لان خلاص كده النظام اصبح موجود بجانب نظام الويندوز عندك على الجهاز. وخد بالك لو ما جابلكش اي اختيارات زي في الحالة اللي عندي، الجهاز بتاعي عشان اشغل نظام زورن ما جابليش اي اختيارات ان انا افتح النظام. اول ما بشغل الجهاز بيفتح نظام الويندوز. عندك انت ممكن يكون الوضع مختلف، ممكن يجيب لك اختيارات يقول لك اختار انت عايز تدخل لنظام زورن ولا عايز تختار نظام الويندوز. والطريقه دي انا هوريها لكم ازاي. الاول خلينا نفتح نظام زورن. الباسورد كان 1 2 3. هنفتح النظام لاول مره، وبعدين اشرح لكم ايه اللي حصل عشان افتح النظام، لان انا ممكن يكون جهازك زي جهازي يعمل نفس الموضوع. النظام فتح زي ما انتم شايفين كده. طبعا اكيد في تعليمات عشان يقولك ازاي تفتح قائمة التشغيل، ويعني بيوريك شوية حاجات كده موجودة في النظام، يعلمك ايه اللي انت محتاجه والحاجات اللي موجودة في النظام بتعمل ايه. كده انا مهمتي خلصت في النظام، وده كده شكل النظام اهو. ان شاء الله نبقى نعمل له استعراض كده سريع ونعمل مقارنات بينه وبين الانظمة التانية زي فونكس وبرايم والكلام ده. عندك مدير ملفات موجود هنا اهو، تقدر تشوف كل الملفات الموجودة في الجهاز. دي طبعا الفلاشة اللي احنا موصلينها في الجهاز. لو حبيت تدخل للهارد بتاع الجهاز اللي هو ال 512 اهو وال2 طيرة، ده كده الهارد بتاعي ال2 تيرا اللي هو موجود في الجهاز. تمام.
يعني لو انت حبيت تدخل لاي مكان موجود في الجهاز بتاعك وتاخد منه ملفات او تعمل اي حاجة في الهارد التاني، الكلام ده كله متاح وتقدر تعمله وانت فاتح النظام عادي، مفيش اي مشكلة. دلوقتي انا هطفي النظام ونبدأ ان انا اشرح لكم انا فتحت النظام ازاي، لان ما ظهرليش اي قائمة من خلالها افتح النظام. زي ما قلت لكم بيظهر لك قائمة تختار انت عايز تخش نظام الويندوز ولا عايز تفتح نظام زورين. فاحنا دلوقتي هنشغل الجهاز من اول وجديد. لو ما ظهرتلكش القائمة بتضطر ان انت تدخل لوضع البوت تاني عشان نختار الهارد اللي احنا ثبتنا عليه النظام. بعد ما تخش لقائمة البوت هتختار اوبنتو اللي هي مكتوبة قدامك دي، تمام. هتعلم عليها، هيبدأ الجهاز يشتغل ويظهر لك اللوجو بتاع النظام زي ما انت شايف كده. يبقى انا كده ماشي صح، وانا كده هبدأ افتح نظام زورين. الخطوة دي انت هتعملها في حالة واحدة بس، لو ما ظهرلكش قائمة والجهاز بتاعك بيشتغل بيقولك انت عايز تدخل على نظام زورين ولا عايز تفتح نظام الويندوز، تمام. يعني دي في حالة واحدة بس. انا عملتها عندي لان انا عندي ما ظهرليش القائمة اللي فيها اختيارات ان انا افتح النظام او الويندوز، تمام. فكده هنقفل النظام خلاص، يعني خلاص كده احنا مش محتاجينه. هنعمل اطفي وهنبدأ نفتح الويندوز عشان نتأكد ان كل حاجة تمام والويندوز كمان شغال بجانب النظام. وزي ما هتشوفوا دلوقتي مش هيجيب لي اي قائمة فيها اختيارات اختار انا عايز افتح نظام الويندوز ولا النظام. الجهاز هيفتح على طول، مش هيجيب اي حاجة. كده الويندوز خلاص بيفتح، كده الويندوز بتاعنا جاهز ونقدر نستخدمه، مفيش اي مشاكل. وكده نكون انتهينا من حلقة النهاردة. ان شاء الله الحلقة الجاية هشرح لكم فيها ازاي نحذف النظام من جذوره لو حبيت تحذفه، وكمان هعمل حلقة مفصلة عن النظام اشرح فيها كل حاجة خاصة بيه. اشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية. متنسوش اللايك واشتركوا في القناة. سلام.